يا مساء الفل والجمال والهنا والسعادة والورد والياسمين وكل حاجة جميلة وحلوة زيكم وزي قلوبكم النقية. وحشتوني جدا 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 من القصة اللي فاتت. يا أحلى وأجمل وأجدع إخوات وصحاب في المجرة بحالها. بجد بشكركم جدا على دعمكم ليا، وعلى كل كلمة حلوة بتقولوها في حقنا، وعلى كل دعم بتدعموه لينا، وعلى كل دعوة حلوة طالعة من قلبكم لينا. ربنا يرزقكم أضعاف أضعاف ما بتتمنوا لنا. وأنا النهاردة جالكم بقصة جديدة للكاتبة الجميلة أميرة محمد، اسمها عشقت طالبتي، واثقة ومتأكدة إنها هتعجبكم. قبل ما نبتدي حابة أفكركم بمجموعة توتة، قناة حكاية ورواية توتة، وقناة حكايات توتة، وقناة روايات توتة، وقناة حكايات توتة للقصص الكاملة، وأفلام توتة للقصص الكاملة، وقناة حكايات توتة وماجي. يا ريت تعملوا القنوات دي اشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم منا كل جديد، لأننا عمرنا ما هنكبر غير بدعمكم. وبجد شكرا من كل قلبي على وجودكم معانا. ويلا بينا نسمي الله ونشوف قصتنا هيحصل فيها ايه النهاردة. شفتي المعيد الرخم ده كان بيبصلي في السكشن ازاي؟ كان بيبصلك ازاي يعني؟ ده كان بيبصلك يعني بنظرات كلها حب وهيام. ما هو فاكر نفسه بقى سيروميو بسلامته. يا بنت تهدي، ده معيد وفي جامعة خاصة، يعني زمان مرتبه زي الفل وهينغنغك. مرتبه زي الفل ايه؟ ده انا سمعت ان مرتبهم بيبقى وحش قوي لحد ما ياخدوا الدكتوراه. طب سيبك من المرتب، مش شايفة هو موز ازاي؟ ولا غمازاته؟ يعني ده زي القمر. بس المشكلة بقى ان شريف بيتضايق لما بيلاقي حد بيبصلي بالشكل ده، ولما ارجع البيت هيقعد يتخانق معايا خناقة الرب بالسما، وانا بقى دماغي وجعاني ومش ناقصة حوارات. شريف ايه بس وزفت ايه دلوقتي؟ خليكي يا بنتي في المعيد المز ده. شريف لسه قدامه سنين طويلة قوي لحد ما يقدر يفتح بيت ويتجوز، انما ده جايلك لوز مقشر. طب سيبك من المرتب اللي مش عاجبك، مش شايفه يا بنت بيركب عربية عاملة ازاي؟ يعني هو مستواه المادي كويس ومش محتاج لمرتب المعيدين ده اصلا. بصراحة هو عليه حتة عربية، والله انا لو مكانه ما اشتغل يوم واحد واقعد بس اتفسح بيها كده في كل مكان وخلاص. طب بس اسكتي اسكتي، احسن ده جاي علينا. ونهلة ورنا سكتوا لما لقوا احمد رايح ناحيتهم. انسه رنا، ممكن تجيلي على المكتب كمان نص ساعة علشان عاوزك. ليه؟ وفي حاجة ولا ايه يا دكتور؟ اه، عندك اخطاء كتير قوي في الرسومات. انا مش فاهم والله، لما انت مش بتعرفي ترسمي كنت داخله القسم ده ليه؟ سوري يا دكتور، ما كنتش اعرف ان القسم ده فيه رسم كتير قوي كده. تحب احول منه؟ انا مش بهزر يا انسه رنا، انت في سنه تالتة، هتحولي ازاي يعني؟ انا مستنيكي في المكتب كمان نص ساعه. واحمد سابها ومشي وهي فضلت تتريق عليه. انا مش بهزر يا انسه رنا، انا مستنيكي في المكتب كمان نص ساعه. اوف، باري ودمه تقيل. طب اسكتي بقى احسن يرجع تاني دلوقتي ويعرفك الدم التقيل على اصوله يا رنا. اللي يشوفك وانت زي الكتكوت المبلول دلوقتي وما يشوفكيش وانت عامله فيها شجاعه السيمه واحده بتتكلمي بالطريقه دي. ما هو اللي يخاف برضه يبقى احسن، لان ده معيده ممكن يسقطني في الماده لو قال للدكتور ان ما بحضرش، ولا اتبلى عليا باي حاجه. ودول بقى بصراحه ما بيبقاش عندهم ذمه. يا اختي اسكتي. ايوه ايوه، طب يلا يا اختي روحي لوحدك بقى. ورنا سكتت وفضلت مستنيه لحد ما النص ساعه عدت، وبعدين راحت خبطت على باب المكتب بتاع دكتور احمد، ووقتها هو اذن لها بالدخول، ودخلت وهي حاطه وشها في الارض. خير يا دكتور، حضرتك عاوز ايه؟ اتفضلي اقعدي على الكرسي ده يا انسه رنا. انا مش جاي ضيف يا دكتور، انا جاي عشان اشوف موضوع الرسومات اللي انا مش بعرف ارسمها دي، ويمكن انت تكون عاوزني في حاجه تانية. انا قلت اتفضلي اقعدي يا رنا. حاضر يا دكتور، قعدت اهو. خير؟ نفسي افهم ايه اللي انت رسماه ده. حرام عليك يا شيخه، انا بفضل ابص للرسم يمين وشمال ومش عارف اوصل لحل في الاخر، ولا فاهم دي رسمه ايه. حضرتك يا دكتور هتلاقي تحت كل رسمه اسم النبات بتاعها. والله؟ يعني ده مثلا هو نفس النبات اللي انا رسمته؟ مش مشكله بقى، باخدهم بالشبه كده. طيب سيبنا من الرسومات بقى. مين بقى اسم شريف اللي انت ماليه السكتش كله بيه ده؟ ده تحت كل رسمه الاقي مكتوب اسم شريف شريف. ده اسم اخويا. يا رب صبرني. طيب على العموم يا انسه رنا بطلي تكتبي اسمه في كل مكان، علشان السكتش ده دكتور الماده بيشوفه اخر السنه، ولو شاف المنظر ده هيسقطك. انا حذرتك اهو، عشان انا قلت لكم ان هلم الكراسات دي منكم علشان الدكتور هيشوفها. طب ممكن اخد الكراسه امسح الاسم ده بالكوريكتور؟ لا لا، لانه خلاص امتحانات العملي بعد كام يوم بس،
وكل زمايلك سلموا الكراريس بتاعتهم، وما ينفعش اديك الكراسة بتاعتك وزمايلك التانيين كانوا عاوزينها عشان يصلحوا رسوماتهم وانا مرضتش اديها لهم. انا بس حبيت انبه عليكي عشان لو لقيتي نفسك شايلة المادة ولا حاجة ما تتفاجئيش. ايه يا لهوي يا اعمل ايه بس؟ انت يعني ايه بتتمنى هلاكي يعني وبتفول عليا بيه؟ روح منك لله يا شيخي، يا ريتني ما جيت لك هنا. نعم انت بتقولي ايه؟ بقول يا نهار ابيض. لا 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 يا دكتور بالله عليك هات الكراسة بس امسح اسمه بالكوركتور وخلاص. هديها لك بس بشرط اطلب كل اللي انت عاوزه وانا من ايدك دي لايدك دي، بس اشيل المادة لا الله يسترك. انا بقى عاوز رقم باباك. بابا؟ ايه هتشتكي له مني ولا ايه؟ يا نهار ابيض، هو الموضوع كبير للدرجة دي؟ فتحي مخك كده معايا وخليكي شاطرة وهاتي رقم باباكي وانت ساكتة، واعتبري اسم شريف اتمسح بالكوريكتور. طب قولي الاول انت عاوز رقم بابا ليه؟ طب خلاص انسي الموضوع ده وخلي بقى الدكتور يهزقك في المحاضرة ويشيلك المادة. خلاص اكتب يا دكتور 010. ورنا مليته الرقم. طيب تقدري تتفضلي دلوقتي يا انسه رنا. طب هات امسح بس الاسم من الكراسة. مفيش مسح اسامي ودكتور المادة هيشوف الكراسة بالشكل ده. رنا اتعصبت جدا وفضلت تدبدب في الارض برجليها زي العيال الصغيرة. يعني ايه يعني؟ احنا اتفقنا على فكرة، هو ايه لعب العيال الصغيرة ده؟ نعم لعب عيال؟ انا يتقال لي لعب عيال؟ ما اقصدش والله يا دكتور، والله بس انت وعدتني انك لما تاخد الرقم هتمسح الاسم. لما ترجعي البيت يبقى شوفي باباك هيقولك ايه، ولو وافقتي على الكلام اللي هو هيقولهولك اعتبري نفسك ناجحة في المادة وبتقدير امتياز كمان. يا سلام، لا دي كوسة بقى. والله زي ما بقولك كده بالظبط، كوسة بقى بتنجان، المهم نعمل محشي في الاخر. اقصد المهم نعمل اللي احنا عاوزينه في الاخر. طيب ماشي، بابا هيقول لي ايه يعني؟ ومحشي ايه وبتنجان ايه؟ امشي دلوقتي يا رنا عشان انا مش فاضي. دكتور احمد رد عليا بس. قلتلك مش فاضي يا رنا، ايه ما بتفهميش؟ طب انا حاسه ان جبهتي طارت، همشي احسن. سلام يا دكتور احمد. ورنا خرجت وهي بتنفخ. اوف طيب انا خارجه. ولقت نهله صاحبتها مستنياها بره، ورنا حكت لها على كل اللي حصل. يا نهار ابيض، ده اكيد عاوز يتجوزك يا رنا. جواز ايه وزفت ايه بس؟ ايه ده استني كده، ايوه ده اكيد عاوز يتجوزني. يا ريتني ما اديته رقم بابا. معقول يعني ما كنتش فاهمه كده؟ لا يا ستي ما كنتش فاهمه حاجه. المهم انا هعمل ايه في الوقعه السوداء دي دلوقتي؟ ده انا كده يا اما وافق على الجواز منه يا اما هيشيلني الماده. طب بس اهدي كده واحنا هنلاقي حل للمشكله دي ان شاء الله. ايه رايك تقولي لباباك يقول له انك مخطوبه؟ والله وبابا يعني اللي هيوافق على اللعبه دي؟ وبعدين ده لو عرف ان في معيد متقدم لي هيقرا الفاتحه معاه في التليفون اول ما يكلمه. آه طب بقولك ايه، احنا هنزهق نفسنا ليه يعني؟ ما تصبري لما نشوف هو هيقول لباباك ايه الاول. ايوه على رايك، ولو قال جواز هقول له مش عاوزه اتجوزك يا نادل يا وحش. نهله برقت بعيونها وهي بتبص ورا رنا. اوعي تقولي ان اللي في بالي صح. ازاي حضرتك يا دكتور احمد؟ كويس الحمد لله. هو مين الندل الوحش اللي مزهقك قوي كده يا انسه رنا ده؟ القط بتاعي يا دكتور مزهقني ومطلع عيني وعاوز ارميه بره البيت كله، بس هو لازق لي بقى، اروح له كده يجي لي كده وعلى طول لازق فيا. بس على مين؟ هكروشه يعني هكروشه. احمد كتم الضحكه بالعافيه. تمام يا انسه رنا، ربنا يخلصك من القط ده على خير بقى. طب بعد اذنك بقى يا دكتور عشان الحق المواصلات. ورنا ونهله مشوا وهم مرعوبين منه. ورنا لما رجعت البيت كانت بتكلم شريف في التليفون. تقدري تقولي لي يا ست رنا انت كنت واقفه مع الدكتور احمد ليه في الجامعه النهارده؟ اهدى بس كده وصلي على النبي في قلبك وما تتعصبش، العصبيه وحشه علشانك. انجزي يا رنا بلاش الاسلوب بتاعك ده. طب بصي يا سيدي، دكتور احمد النهارده هزقني عشان الرسومات بتاعتي زي الزفت، وكمان لاني كاتبه اسمك في كل مكان في السكتش. اكيد طبعا هو عارفك، ما هو ما فيش شريف غيرك في الدفعه، بس انا قلت له ده اسم اخويا. ما انا ناصحه برضه. ايوه وبعدين يعني هو عاوز ايه برضه؟ ما فهمتش. بيقول لي ان لو دكتور الماده شاف الاسم بتاعك هيشيلها لي. بس كده؟ هو ده الموضوع اللي شغلكم يعني؟ ولا تشغلي بالك باي حاجه خالص. وهتعمل ايه يعني يا عم الساحر الشرير انت؟ خلاص انا هتكلم مع دكتور احمد بكره في الموضوع ده، هو بيعزني. ما بلاش يا شريف، احسن ده مش هيبقى بيعزك خالص كده. قلت هتكلم معاه بكره في الموضوع ده، ما تشيليش هم حاجه بقى. طيب خلاص انت اللي جبته لنفسك، اقصد يعني كتر خيرك يعني. المهم بقى
انا بحبك قوي ونفسي نتقابل بره في يوم. انا مش عارف والله انت مش بتوافقي ليه. لا يا شريف، كل المقابلات. مفيش مقابلات يعني مفيش مقابلات. طب خلاص يا ست هانت، احنا في سنة تالتة اهو، كلها سنة ونتخرج ان شاء الله ونتخطب ونتجوز بقى. وبعدين انت دايما جايبه لنا الكلام كده، بقالك 3 سنين في الكلية ومش عارفة ترسمي كام رسمة في السكشن. بقولك ايه يا شريف، والله عايد دلوقتي، مش هتبقى انت والدكتور الزفت ده عليا. خلاص يا ست خلاص، روحي نامي، اشوفك بكرة بقى من بعيد لبعيد. لحد ما نشوف اخرتها. ماشي يا شريف، يلا سلام. رنا قفلت مع شريف وبعدين لقت باباها داخل عليها الأوضة. ألف ألف مليون مبروك يا حبيبتي. مليون مبروك ايه بس يا بابا؟ في ايه؟ جايلك عريس، انما ايه، معيد في الجامعة، بيضالك في القفص. ايه؟ هي مين دي اللي بضت لها في القفص؟ يا رب ما يكونش اللي في بالي صح. بتبرطمي تقولي ايه يا بنت يا رنا؟ بقولك جالك عريس وكمان معيد في الجامعة، افرحي. اسمه احمد يا بابا؟ ايوه هو. طويل وبعضلات كده وعنده دقن؟ لا بصراحة يا بنتي لسه ما شفتهوش، بس هو انت تعرفيه صح؟ ده هو قال لي انه معيدك في الجامعة. يا ريتك ما قلت لي يا بابا، هو بعينه بغباوته بشكله العكر. هو مين ده يا بنتي؟ ما تلمي نفسك، ده شكله محترم وابن حلال. وبعدين ما انت اكيد عارفاه، ده بيقول لي انه واخد الرقم بتاعي منك كمان، بس قال لي افاجئك واقول لك ان جاي لك عريس عشان تفرحي. يا ريتك ما فاجئتني يا بابا، انا مش عاوزه اتجوز، انا لسه صغيره. لا يا رنا، دي فرصه كويسه قوي وما ينفعش تضيعيها. ده كل اللي جالك جه سباك وشي ميكانيكي وشي معرفش ايه، هي ناس اتعمت ولا ايه؟ وده اول عريس يجيلك حلو. طب صلي على النبي بس كده يا بابا، واقعد كده مقولك كلمتين. ابوها قاعد جنبها على السرير. عاوزاه يا رنا؟ انا مش بتاعه جواز وانت عارف كده كويس. ده انا ماما بتجيب لي الاكل لحد السرير اول ما برجع من الكليه. هتقولي تتجوزي وكمان معيد في الجامعه؟ يعني بيحب الالتزام والانضباط، يعني هيسود عيشتي. انت ترضى لي كده يا بابا يا حبيبي؟ ترضى ان بنتك حبيبتك عيشتها تبقى سودة؟ بنتي يا رنا اعقلي، انا عارفك لما بتدخلي عليا بالدور بتاعك ده. اهدي كده وركزي كويس، بقولك معيد في الجامعه يا رنا. والله عرفت انه معيد في الجامعه والكلمه خرمت طبلة ودني. على العموم هو جاي لنا بكره علشان نتفق على ميعاد الخطوبه. انت بتقول ايه بس يا بابا؟ خطوبه ايه بقى؟ هو ده اللي عندي، هتتخطبي له يعني هتتخطبي له. يا بابا استهدى بالله. بكره يا رنا الساعه 8. طب 8 وربع مش فاضي؟ لا هو قال الساعه 8 يعني الساعه 8. مش بقولك بيحب الانضباط؟ يا دي التدبيسه السودة، يا ريتني ما كتبت اسمك على السكتش يا شريف، روح منك لله. شريف مين ده يا بنت يا رنا اللي كتبت اسمه؟ وكتبتيه فين؟ لا ده موال تاني بعدين هبقى احكيهولك يا بابا. خلينا في الواقعة السودة اللي احنا فيها دي. ده انت بنت نكدية. يلا انا هقوم افرح امك وانام، وبكره مفيش كليه وتقعدي تعملي ماسكات بقى وتهتمي بنفسك كده زي باقي البنات. سيبك من جو عبد الغفور البرعي اللي انت عايشه فيه ده. عاوز احس ان مخلف بنتي يا شيخه. اهدى بس كده يا بابا، ده انا هطلع عبد الغفور البرعي اللي جوايا، بس الصبر بس. تاني يوم رنا ما راحتش الجامعة، أما شريف فراح لدكتور أحمد. إزاي حضرتك يا دكتور أحمد؟ ممكن أطلب منك طلب؟ إزيك يا شريف؟ اتفضل اطلب طبعا. ممكن الكراسة بتاعت رنا زميلتنا عشان هي عاوزة تعدل الرسومات بتاعتها؟ تقصد الكراسة بتاعت رنا خطيبتي؟ لا أنا ما أعرفش خطيبة حضرتك، أنا بس أعرف رنا زميلتي. أيوة ما هي دي بقى تبقى رنا خطيبتي. يا نهار أبيض عليك يا دكتور أحمد، هو انت دايما كده بتحب الهزار؟ خفة دمك مش معقولة بجد. لا انا دمي مش خفيف ولا بهزر، انا بتكلم بجد. النهاردة قراية فتحتي انا ورنا، والخميس الجاي خطوبتنا. ايه؟ يوم امتحان العملي؟ لا اكيد بتهزر. جرايه يا شريف، ما قلتلك مش بهزر. وبعدين يا سيدي هنخلص الامتحان وبعدين نروح نحضر الخطوبة كلنا، عندك مانع؟ لا حيث كده بقى، مش عاوز سكتشات، ان شاء الله تسقط وانا مالي. طب روح ركز مع مرهان ولا شيماء ولا نعمة، وسيبك من رنا خطيبتي بقى. ها ما انا شكلي هعمل كده فعلا. بقول لها مبروك. امشي يا شريف من قدامي بدل ما شايلك المادة. لا وانا هشيل المادة عشان خاطر رنا. الف الف مبروك يا دكتور، ربنا يتمم لكم على خير يا رب. وشريف ساب احمد ومشي. ويومها لما راح عند اهل رنا كانوا مرحبين بيه قوي، ما عدا رنا اللي كانت لابسه بنطلون جينز واخدت قميص من قمصان اخوها الكبير من وراهم ولبسته، ولفت شعرها كله ومرضتش تفرده زي ما بتعمل في العادي. وخرجت مرة واحدة من غير ما حد يطلب منها انها تخرج، وابوها اول ما شافها اتخض. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده يا بنتي؟ ايه يا بابا؟ طالعه اسلم على العريس. احنا اسفين يا دكتور احمد،
تعالي معايا يا رنا على جوه. لا لا لا، مفيش اسف ولا حاجه، ممكن بس تسيبونا نقعد شويه سوا. بس يا ابني صدقني يا عمي، انا مش متضايق ولا حاجه. انا عارف ان رنا عفويه وبتحب الضحك والفرفشه، وانا اكتر منها. رنا اتنهدت بضيق وكلمت نفسها: اوف بقى ده بارد قوي وما بتضايقش خالص، اطفشه ازاي ده بس يا ربي. وبعدين ابوها وامها واخوها سابوهم. تعالي يا انسه رنا عودي، مالك واقفه بعيده كده ليه؟ لا 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 مفيش حاجه، المهم يعني انت برضو مش ناوي تنجحني من غير موضوع الجواز ده؟ والله بصراحه مش ناوي، هنتجوز يعني هنتجوز، والا سيبي نفسك بقى تخليلي في الكليه دي. ليه يعني كده؟ ما تخليك طيب علشان ربنا يكرمك. الناس الشريره على فكره بتبقى نهايتهم وحشه دايما. اهو بقى دخلت دماغي، بسيطه، خرجني منها زي ما دخلتني. وبعدين على فكره انا مش بحبك اصلا، ولا هو كمان بيحبك برضو. انت تقصد مين يعني؟ على فكرة شريف زميلك جالي النهاردة، وكمان قال لي انه خلاص قطع علاقته بيكي، ولو مش مصدقاني برن عليه واسأليه. وغير كده وكده هو اصلا ما كانش بيحبك، ده كان بيتسلى بيكي. يا سلام، وده ايه لازمته بقى الكلام ده دلوقتي؟ شريف شاب متعدد العلاقات ومش بتاع جواز ولا غيره، يعني انا اللي هنفعك في الاخر مش هو. فخلينا حلوين مع بعض كده وعقلي، وفك شعرك ده علشان وهو مفروض بيكون احلى بكتير قوي. شعري ايه ونيلة ايه بس دلوقتي؟ وايه كل الكلام ده؟ وبعدين شريف على فكرة بيحبني، انت اللي مش عارفة بس حاطط نقرك من نقره ليه؟ يعني انا اللي وحش دلوقتي يا رنا؟ والله انت هتبقى احلى واحد في الدنيا كلها، يعني لو نجحتني في المادة من غير اي مشاكل ولا صعوبات، بالذات بقى لما تشيل من دماغك فكرة الجواز دي. ياه، هتبقى حلوة قوي فوق حلاوتك، اقصد فوق وحشتك. ما قلتليش بقى، ايه رأيك لو الخطوبة بقت يوم الخميس اللي جاي؟ يا دكتور احمد والله انا بتكلم في موضوع تاني خالص. طب ايه رأيك انت لو تمشي دلوقتي وتنسى انك تعرفني؟ الموضوع سهل والله. طب بس انت جرب، قوليلي بقى، عاوزاها يوم الخميس بعد الامتحان على طول نيجي على هنا سوا، ولا سيبك تيجي الاول تجهزي نفسك وبعدين اجيلك؟ يا دكتور احمد والله ما هنفعلك خالص. خلاص قوليلي بقى، الخميس ولا الجمعة؟ يا ربي، هو مش احنا برضو عندنا امتحان يوم الخميس ولا انا بتهيألي؟ اه طبعا عندك امتحان في مادتي كمان، يبقى نجيب الدفعة ونيجي نحتفل كلنا سوا. ويا ستي لو تحب اجيبلك الامتحان والدفعة برضو لحد عندك مفيش اي مشاكل. دفعة ايه بس دلوقتي؟ طب اقولك على فكرة حلوة، انت شاب اي بنت تتمناه. ايه رأيك لو تشوف بنت من الدفعة تتجوزها؟ بص هتلاقي شوية موزس كده هيعجبوك. خلاص يبقى يوم الخميس بعد الامتحان، وما تنسيش بقى تبقي تختاري قميص اشيك شوية من قمصان اخوكي تلبسيه يوم الخطوبة، علشان يعني اهلها يبقوا معايا وكده بقى. طب طالما الموضوع خلاص لازق فيا بكل الطرق فما تقلقش خالص، ده انا هشرفك على الاخر. بس انت اصبر بس. احمد قام مشي بعد ما اتفق مع باباها على الشبكة وكل حاجة. ايه اللي انت هببتيه ده؟ هو انت يا بنتي على طول غبية كده وما بتفهميش في حاجة خالص؟ ولابسة قميص ازاي؟ ده عامل عليك شبه الجلابية. انا والله ما عرفت اربي، بس خلاص انتوا كلكم عليا كده، انا مش عاوزة اتجوز. يا بنت توكسي، هو انت طوليه؟ ده عريس زينة الشباب ده، ولا في الاحلام والله. مش عاوزة طوله، انا ازعة وعاوزة افضل ازعة كده. يا بنتي ده انت بكره تيجي تدعي لي اني جوزتك الجوازه الفل دي. ده عنده شقه ما شاء الله، وعنده عربيه المنطقه كلها هتموت وتعرف في عربيه مين ومين اللي دخلنا بيها دي. وشوفي بقى هيجيب لك دهب بقد ايه. وكده يا بنتي تبقى انت ضمنت انك نجحتي في الجامعه لحد ما تخلصي سنه رابعه، وفي الماجستير والدكتوراه كمان. ده غير انه انسان محترم وشكله شريكي. ما بحبوش. الحب مش كل حاجه، بكره الحب يجي بعد الجواز. يا رنا بقولك ايه، الخطوبة الخميس الجاي، مش عاوز رغي كتير. يلا روحي جهزي حالك وخليكي زي البنات كده، بلاش عبد الغفور البرعي بقى، ده انا هطلع عليه عبد الغفور البرعي واعوانه. رنا دخلت اوضتها وحاولت ترن على شريف بس ما كانش بيرد عليها، ولقيته عامل لها بلوك من جميع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا اتصدمت وزعلت قوي. بقى كده يا شريف الكلب؟ ماشي، انا بقى هاخدها تحدي مع نفسي وهنساك، يعني هنساك سواء بقى بالدكتور احمد ولا غيره. وعدت الايام ورنا مش راضيه تنزل الجامعه غير على الامتحانات. اما احمد فبعت لها فلوس عشان تجيب بيها الفستان والشبكه، وقال لباباها انه هيجيبها لها بنفسه ويفاجئها بيها يوم الخطوبه. وفعلا عدت الايام وجه يوم الخميس وهي راحت الامتحان، ولقيته بيراقب عليها كمان في اللجنه بتاعتها، وكانت مزنوقه في سؤال. فضلت تكلم البنت اللي قدامها: بنت يا فاطمه، بنت يا فاطمه، عاوزه السؤال الرابع بسرعه قبل ما دكتور احمد ياخد باله. لا مش هديهولك، خليه بقى هو ينفعك ويغششك.
يا واطيه يا بنت انجزي، انا مش عاوزاه يعرف اني بغش، هيذلني. والله ده شرير انت ما تعرفوهوش، قلتلك مش هديهولك يعني مش هديهولك. يخرب بيت الغيره والغل. احمد راح وقتها جنب رنا. اكتبي بسرعه اللي هملهولك يا رنا قبل ما دكتور الماده يدخل. لا، ده انا شكلي هحبك بقى. اخلصي قبل ما حد يدخل يخرب بيتك. طب قول. واحمد ملها اجابه السؤال لان دي كانت الماده بتاعته. طبعا اللي عمله ده غلط، ما علينا. تسلم يا باشا، والله العظيم انا من يوم ما شفتك وانا بقول عليك ابن ناس ومحترم. طب بطلي برطمه بقى عشان زمايلك ما ياخدوش بالهم. وقتها كانت فعلا واحده صاحبتها اخدت بالها. انت مش بتكره الغش يا دكتور احمد؟ اشمعنى بتغشش رنا؟ ولا عشان هي بقت خطيبتك خلاص؟ انا ما بغشش رنا ولا حاجه يا لمياء. احفظي لسانك احسن لك، وما تنسيش ان الدكتور بتاعك. على فكره انا ممكن اشتكي لدكتور الماده واقول له على اللي انا شفته ده. براحتك يا لمياء، لو تحب اوصلك لحد باب المكتب بتاعه ما عنديش مانع، ولا هتلمي نفسك وتسكتي احسن؟ ماشي يا دكتور احمد، خلاص سكت اهو. رنا بصت لها بغيظ. طلعت غلاويه قوي البت لمياء دي. ماشي، والله لازم ادوس عليكم بدبلتي يا شويه سناجل. رنا بعد ما خلصت الامتحان على طول رجعت على البيت، ولقت الميك اب ارتست مستنياها في البيت ولبستها الفستان وحطت لها الميك اب. وبعدين رنا فضلت مستنيه احمد لحد ما جه هو واهله، واتفاجئت بكميه كبيره قوي من زمايلها كمان جم واهلها، والكل كان مبسوط وفرحان. وفي اثناء الخطوبه ولما جت لحظه تلبيس الشبكه احمد فتح العلبه ورنا شهقت بخضه. يا نهار ابيض يا احمد، انت جايبها لي الماظ؟ مفيش حاجه تغلى عليك يا رنا، قلتلك اني بحبك ونفسي تصدقيني. ميرسي قوي يا احمد بجد. طيب يلا اضحكي عشان في ناس بتصورنا، احسن يقولوا مغصوبه على الجوازه ولا حاجه. لا مغصوبه ايه بقى، ده في غش في الامتحانات وفي الماظ، ولسه اللي جاي احلى اكيد. يا باي ماديه حقيره. بتقول حاجه يا حبيبي؟ ايه ده، انت قلت ايه دلوقتي؟ بقولك بتقول حاجه يا احمد. خلاص هعديها لك المره دي. وعدى يوم الخطوبه على خير، بس بعدها بيومين رنا كان عندها امتحان في الكليه، بس الماده تانية غير ماده الدكتور احمد، وكانت ماده صعبه قوي. وقبل ما تدخل الامتحان لقت احمد جه وقف معاها. ها، ذاكرت كويس للماده دي؟ بصراحه يا احمد لا، انا حاسه اني مش مذاكره حاجه خالص. وانت جاي تحس بكده قبل الامتحان بثواني يا رنا؟ طب ما استعدتيش ليه كويس يا حبيبتي؟ بس والله يا احمد ذاكرت، بس مش عارفه الماده دي مالها كده، مش لاقي حد يلمها ليه. احمد طلع لها شوكولاته من جيبه. طب بس خدي دي يا رنا وادخلي دلوقتي الامتحان، وان شاء الله هتحلي فيه حلو يا حبيبتي. وقتها لمياء راحت ناحيتهم. ربنا يوعدنا بمعيدين ودكاتره يجيبوا لنا شوكولاتات ويسهلوها علينا كده. جرى ايه يا لمياء، هو انت هتفضلي مستلمانه في الرايحه وفي الجايه ولا ايه؟ لا ما اقصدش، بس شكلكم عامل زي عصافير الحب بصراحه كده. على فكره يا لمياء انت تعديتي حدودك قوي، وانا ممكن اشتكيكي لرئيس الجامعه واخليه يفصلك منها خالص. إيه يا دكتور احمد، انا بهزر والله، ما اقصدش حاجه خالص. مش معنى ان خطبت زميلتكم ابقى المصحى بتاعتكم، عيب قوي الكلام ده وما يصحش. ايوه، ويا ريت تكون الرساله وصلت يا لمياء. انا والدكتور احمد بنحب بعض، والحب مش عيب ولا غلط. مش معنى ان احنا في مكان واحد يبقوا تفضلوا في الرايحه وفي الجايه مراقبيننا. خليكي في حالك بقى انت وامثالك. رنا كان صوتها عالي، وبعدها لمياء سابتهم ومشيت وهي مكسوفه قوي بعد ما رنا واحمد احرجوها قدام الدفعه كلها. انت كنت بتقول لها ايه يا رنا؟ انا قلت لها كلام كتير قوي. قصدك على انهي كلمه؟ انت قلت لها ان احنا بنحب بعض وانت بتحبيني يا رنا صح؟ لا، ما انا لازم اقول كده حتى لو مش بحبك، عشان البرستيج يعني. برستيج؟ طيب افرجيها عليا بقى وقولي انك بتحبيني عشان ربنا يفرجها عليكي في الامتحان. قول والله ممكن فعلا، ده اكيد. طب بحبك يا احمد. احمد الفرحه ما كانتش سايعاه. وانا كمان بحبك قوي يا رنا. رنا اتكسفت ودخلت بسرعه على الامتحان بتاعها، ولما خرجت بره ما لقيتهوش مستنيها فزعلت قوي وكانت ماشيه. ولما خلاص كانت خارجه من الكليه كلها لقيته بيجري وراها. يا رنا يا رنا استني طمنيني، عملت ايه في الامتحان؟ والله وانت مهتم يعني؟ اه والله مهتم قوي كمان، ده انت حبيبتي. لو ما اهتمتش بيك اهتم بمين يعني؟ بلمياء مثلا؟ امال ما لقيتكش يعني مستنيني بعد الامتحان ليه؟ والله كنت مستنيكي، بس كان رئيس الدور عاوزني في موضوع كده، ويا دوب خلصت معاه وطلعت لقيتك ماشيه وجريت وراكي اهو، والجامعه كلها اتفرجت عليا. بس مش مشكله، فداكي اي حاجه. طب خلاص يا احمد، براءه المره دي، وعلى العموم انا حليت كويس الحمد لله. خلاص يبقى قبل كل امتحان تقولي لي بحبك وهتلاقيها متيسره على طول باذن الله. طب بس بقى خلاص عشان بتكسف. يلا انا همشي دلوقتي بقى. لا لا تمشي ايه، انا هاجي اوصلك بالعربيه بتاعتي. طب وشغلك؟
لا انا خلصت اللي ورايا هنا النهارده من بدري، بس كنت مستنيكي عشان اروحك. يلا بقى يا حبيبتي بينا. واحمد ركبها العربيه، وهما ماشيين في الطريق نزل جاب لها اكل وحاجات حلوه كتير. اقعدي بقى كلي، انا عارفك مش بتركزي كويس قوي في فتره الامتحانات في اكلك ولا في نفسك. وانت عرفت الحاجه دي ازاي بقى؟ انا بحبك يا رنا من زمان، وكنت متابعك ومتابع تصرفاتك، وكنت عارف على فكره بعلاقتك مع شريف، بس مش عارف ليه بالرغم من كل ده حبيتك واتشدت لك قوي. بجد يا احمد؟ اه والله. وعلى فكره شريف مش كويس وبتاع بنات، ولو انا كنت شايفه احسن مني كنت سبتك معاه علشان بحبك، وكنت اتمنى لك الافضل، وكنت هسيبك تتجوزيه وتعيشي معاه. انا فعلا اكتشفت كده ان مفيش مقارنه اصلا يعني بينك انت وهو. وبعدين انا اكتشفت ان حب ليه ما كانش حب، ده كان مجرد صداقه بس. انا اللي كنت بوهم نفسي. طب بقولك ايه بقى، قفلي بقى على سيره الشخص ده عشان انا بتضايق، ويلا كلي. عندك قدره على التحول في ثانيه رهيبه. رنا قلت كلي. خلاص اكل، ما اكلش ليه؟ وعدت فترة الامتحانات بتاعت رنا على الحال ده، واحمد على طول مهتم بيها، ولو مخلص شغل بيروح يوصلها لحد باب البيت بعد الامتحان، ويقعد معاها هي واهلها شوية ويمشي. وطبعا على طول تليفونات واهتمام لدرجة ان كل اصحابها في الكلية بقوا بيحسدوها عليه. ولما النتيجة طلعت اخد بوكيه ورد كبير قوي وراح لها في البيت. الف مليون مبروك يا حبيبتي، انت نجحتي وبتقدير عام امتياز كمان. رنا الفرحة ما كانتش سايعاها. انا مش عارفة اقولك ايه يا احمد، بجد انت وقفت جنبي كتير قوي. انت كنت بتذاكر معايا طول فترة الامتحانات، وعلى طول مهتم بيا وبتستناني قبل كل امتحان وبعده وتراجع معايا. انت بجد نعمة كبيرة قوي من عند ربنا. يعني اخيرا اقتنعت ان خير ليك يا حبيبتي. ايوه يا احمد، انا بحبك قوي، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. وانا كمان بحبك قوي يا رنا، ونفسي بقى تخلصي سنة رابعة عشان نتجوز ويتقفل علينا باب واحد. ان شاء الله يا حبيبي. ورنا وأحمد اتجوزوا بعد ما هي خلصت سنة رابعة، وعاشوا حياة سعيدة في تبات ونبات، وخلفوا صبيان وبنات. عاوزة أقول لكم العبرة من القصة دي إن إحنا يوم ما نيجي نرتبط لازم نرتبط قدام الناس كلها بعلاقة معروفة، مش في علاقة زي علاقة رنا وشريف في الأول كده، علشان العلاقات دي بيبقى وراها مشاكل كتير، وكمان ممكن الشخص ده ما يكونش صادق، وأكيد ده طبعا حاجة تغضب ربنا وأهلنا. مع السلامة، واتمنى تكونوا تقبلتوا النصيحة. ونقول توتة 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 كده تخلص الحدوتة، وتوتة توتة توتة كده تخلص الحدوتة، وتوتة توتة توتة كده تخلص الحدوتة. وبكده خلصت حدوتتنا النهاردة. حابة أعرف رأيكم، حلوة ولا ملتوتة؟ أكيد طبعا حلوة، بس مش زيي، لأ ده حلوة زيكم انتوا. بفكركم انكم تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد، وفضلا وليس أمرا لو تشتركوا في قناة حكايات توتة وماجي، وهتلاقوا هناك أحلى قصص ممكن تتابعوها. ولحد ما نتقابل القصة الجاية طبعا هتوحشوني.